نور عيني ورد جميلك يمكن تصطفيني، ولما بغضب منك بتناديني وتفتح دراعك وتحضنيني، بنسى الزعل لما تلفيني وترجعيني طفل لما تضميني، بشتاق لصدرك وانت بترويني، ولما بغيب عنك بعدك على عيني، وابقى في لحظة موت حضنك بيحييني عشان بحبك وهبسلك روحي، واطلبي مني وشاوري وشوفي قبل ما تندهي يا شافية جروحي، هدافع عن ارضك لو هيطلع روحي، دي الكرامة اللي علموها لي جدودي حتى لا يدنسوا ترابك عدائي. شكرا. يعني حقيقة احنا محتاجين، لانه احنا محتاجين ان احنا نعلق ولادنا حب البلد، محتاجين ان احنا كل واحد اذا كنت بتحب مصر لازم، اذا كنت بتحب مصر لازم يعني واحد تخيل يعني ده مش واحد تسألني كصحفي احنا هنحارب، يعني عاوز اقول الشعور ده انا عاوز اقول ان احنا اذا فرض علينا القتال عن قائد، لكن في النهايه احنا عمرنا ما هنكون ابدا اصحاب بديل اي عدوان على حد، لانه في النهايه مصر بلد الحق والعدل، ان لم يكن هناك حد اعتدى على اراضينا على اهالينا على حتى لو مسلمين حتى القضيه باختصار ده انا بكلمك ان قد ايه حب الناس هو من المستبعد في حاجه رئيس ياخد خط اختار هي الوضع المبدأ في مواقف اعادت لمصر كرامتها وسط الدول العربيه، رغم ان احنا بنقول ان الكثير من السياسيين احنا يعني من المهم الا يتم جرنا الى حرب التي نعترف فيها، وان كان انا ارى ان احنا ما دمنا قضينا ان احنا لنا نرد جزء من الامه العربيه تحت ذلك يبقى لنا مواقف لمنع العدوان عليها باعتبارهم اهلنا واشقائنا، لكن في النهايه الوضع الداخلي بتاعنا الوضع الداخلي يحتاج الى ان احنا نقف كلنا مع بعض حاجه كبيره، ان احنا ندافع عن قضيتنا، ان احنا نحاول ان نحصل ما يحدث بيننا من سوء فهم، مثلا قضيه الاخبار، قضيه المصريين من اروع الاشياء اللي انا شفتها امبارح وكنت ضيف على اشقائنا في الاخبار في القنوطريه، ان من الحاجات المهمه جدا وما رايته حقيقه لازم اقول مدى التواضع الذي رايته من الانبا حقيقه الامر الخاص بالدول الخارجيه، لقيت منه قمه التواضع، قمه الاخلاص، يعني حقيقه من الحاجات الكثيره الجميله المهمه اللي انا شفتها. اعزائي المشاهدين يعني مهم جدا ان احنا نحافظ على وحدتنا، نحافظ على قوتنا، نحافظ على اننا اشقاء، هذا الوطن هيقوم على اساس سمعنا الخطيب عشوائي بتاعنا. انا بقالي برضه البابا تدرس ثاني بتوليه القراءة المخصوصية، وبقى المسيحيين جوه وعامل حاجة حلوة للمسلمين والمسيحيين. بقول دي طبيعة مصر، هي دي مصر.